ليه سبت ايفون 16 برو ماكس ورحت لسامسونج؟ ده الفيديو رقم 5 في اهم مميزات موبايلات سامسونج. اعمل لايك ويلا بينا. لو في اي حد اتصل بيك وانت مش عايز تسجل الرقم وتقدر ان انت تخليه موجود بس من غير ما يتسجل او يشوف صورتك على الواتساب، بكل بساطة لو الرقم مثلا رن عليك، الرقم ده هتيجي عنده كده وهتروح دايس على الرقم، هتلاقي ان انت تقدر ان انت تسجله في التليفون عندك. بس لا، ده مش كل اللي موجود. لو بصيت هنا هتلاقي حاجة اسمها اد تاج. لو دوست على اد تاج دي تقدر ان انت تديله اي اسم هنا مثلا. تمام، نكتب احمد كلين مثلا ونقول له سيف. تمام، هتلاقي ان هنا التاج ده موجود ومش هيقدر يشوف صورتك على الواتساب، بس يقدر تبقى موجود عندك هنا وتقدر تكلمه وترجع له تاني. طيب عايز تغير اسمه، دوس اديت تاج وتغير الاسم وسيف. طيب لو انت عايز تشوف كل التاجز اللي متسجله عندك على التليفون هتعمل ايه؟ هتروح دايس هنا وهتروح على فيو اند اديت تاجز. تمام، هتلاقي عندك التاجز اللي موجوده على التليفون عندك، تقدر تعدل كل واحد فيهم وتمسح اللي انت عايزه. الميزه دي الصراحه حلوه لو انت عايز تسجل رقم حد بس من غير ما يكون على موبايلك او انه يشوف صورتك على الواتساب. بس كده، لو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك، ولو انت على التيك توك اعمل فولو علشان تشوف كل جديد. بس كده، صلى على النبي. سلام.